نظمت 4 جمعيات مهنية بتازة، وهي الجمعية المهنية لتجار المدينة العتيقة، والجمعية المهنية للتجار والخدماتيين بتازة، والجمعية المهنية لتجار الذهب بتازة، والجمعية المهنية لتجار السوق البلدي بتازة العليا، ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم الأربعاء 8 مارس 2017 وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم تازة، وذلك لتنديد بمطالبة نظارة الأوقاف للمكترين بتوقيع عقود جديدة للإيجار. كما طالب التجار بإلغاء الفصل 93 مع تعديل للفصل 94 من مدونة الأوقاف، وكذا للتنديد بالإقصاء والتهميش عن المدينة العتيقة، ومطالبة المجلس الجماعي لتازة بإصلاح البنية التحتية لتازة العليا في الوقت الذي أصبحت فيه أسقف المدينة العتيقة متردية جدا بعد أن عرفت تصدعات خطيرة أصبحت تهدد سلامة التجار والمتسوقين. هذا في الوقت الذي يعتبر فيه تجار المدينة العتيقة بنود العقود الجديدة مجحفة ولا تستند على أساس قانوني ومهددة للاستقرار والسلم الاجتماعي بالمدينة، ومخالفة لتوجهات الملكية السامية الداعية لمحاربة الهشاشة والفقر، فضلا عن كونها تمس مئات الأسر والعائلات في أرزاقهم وقوتهم اليومي، خصوصا وأن أغلب تجار المدينة العتيقة أعلنوا إفلاسهم بسبب الكساد التجاري الذي أصبحت تعيشه المدينة العتيقة بسبب الإهمال والتهميش الذي تتعرض له. الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع إضراب عن العمل لمقتل المحلات المهنية من الأوقاف والذي عرف نجاحا بنسبة 99.5% ندد من خلالها المتظاهرون بمحاولة فرض مقتضيات المدونة الجديدة للأحباس بأثر رجعي على مقتلين أبرموا عقودا للكراء قبل صدور المدونة، وهو ما اعتبروه خرقا سافرا للدستور المغربي ولكل العهود والمواثيق الدولية، مستنكرين للتهديد والضغط النفسي الذي يتعرض له المقتلون من خلال توصلهم برسائل إنذارية من طرف نظارة أوقاف تازة تتوعدهم فيها بالطرد من محلاتهم وبالمتابعة القضائية ضدهم. من جهة أخرى طالب المحتجون من الجماعة الحضري لتازة بإصلاحات عاجلة للمدينة العتيقة لخطورة الوضع الذي أصبحت عليه أزقة وأسقف المدينة العتيقة، والتي أصبحت تهدد سلامة التجار وزملائهم، وحمل هذا الإهمال لعامل إقليم تازة والذي لم يهتم بمطالبهم حسب تصريحاتهم. وعند ختام الوقفة الاحتجاجية ناشد التجار المتضررون جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لرفع الحيف والظلم الذي لحق بالمقتلين. كما ناشدوا الهيئات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية مساندتها ودعمها لهم. وجريدة الحدث تأتي تقدم لكم بالفيديو تفاصيل إضراب واحتجاج تجار وحرف المدينة العتيقة اليوم الأربعاء 8 مارس 2017. زكريا هذا الكارثه ديال الطوش واحد الحجره جمي ضروري تصورها اللي خصك ديرها في الفيسبوك. شوش هذه ديال الطوش هذه شوش هذه ديال الطوش شوش هي واحد الحجره
الاول تما. لا مازال باب المسجد يعني هذاك السيرس راه عليك والله شي نهار فايت هذاك السيرس راه هذاك راه تقسم والله يا ابو سجل كما كتلاحظوا عندك ديك الخيط سيرس كما كتلاحظوا حنا الان متواجدين في قلب السوق. كنعاينوا مع بعض الصحفيين المشكورين كنعاينوا الحاله المزريه اللي وصلت لها المدينه. كما كنلاحظوا السقوف متهاويه، عيب وعار على ان المدينه قديمه يكون عندها السقف بهذا الشكل هذا. التجار ولا كيديروا كاسكات دابا، السيد ولا كيجيب له كاسك باش يدخل المحل ديالو، لان كل نهار كطيح الطما، كل نهار كيطيح هذا السيد داك النهار تهرس هنايا. الشتا كذلك بحال راهم في السوق ديال بحال راهم في السوق ديال السيروس راه مقسوم في النص، بحال راهم في السوق ديال العربيه ماشي في المدينه. السيروس راه هذاك السيروس هذه تقسم السوق ديال التجار. حنا اللي بحال اللي كتشوفوا الا شفنا الاخوان. كان السبب ديال الوقفه ديالكم في الوقفه ديالنا هي مطالب بسيطه بالنسبه للتجار، هي اعاده الترميم ديال هذه السقوف، كذلك التبليط ديال الارضيه. المدينه الوحيده اللي مازال فيها الحجر، بحال تقول عندنا حنايا هنا المدينه الوحيده اللي مازال فيها تهالك البنيه التحتيه بالاسلاك الكهربائيه القطاع ديالها في الصيف، كذلك الارضيه كما كتشوفوا. المساله ديال العلاقه مع الحبوس والعقود الجديده اللي غير قانونيه وغير واقعيه، ان باش تجي تقول لي انت على مده 3 سنين تجدد معايا العقد وانا شاري المحل ولا انا واخد المحل لهذه السنين وانا كنخلص الكرا ديالو، تجي تقول لي اودي لا خصك تسلم لي المفتاح، ولا طالبني انا يعني انا كتاجر طالبني باش نودع لك طلب من اجل تجديد ديال عقدات الكراء ومن اجل طلب الزياده. هذا غير معقول حق التاجر. وكنعرفوا بان التجاره وكنعرفوا بان التجاره في هذه المدينه هذه وصلت لواحد الدرجه ما تصورش، مزريه. التاجر هنا راه كيحل سيمانه و4 ايام و5 ايام، راه ما كيصورش حتى ريال. كنقولها للاخوان كنتحملوا مسؤوليتها، راه والله ما كيصور حتى ريال، 3 ايام 4 ايام ما كيصور حتى ريال. والدليل على ذلك ولاو الناس حتى الناس ديال الدار البيضاء والناس ديال فاس اللي كنا كنتسوقوا عندهم ولا كيتوحشنا كيقول لك راه كنشوفكم من عام لعام واش ما عندكمش تجاره. يعني هذا الشيء هذا الفرق الانظار حتى التجار بالجمله بالنسبه للدار البيضاء وفاس كيجيبوا لنا التجاره. وكذلك الهم ديال المسؤولين في هذه المدينه هو الضرائب، هو الضوء. كاين الناس اللي عندهم 20 ورقه 10 ورقه، علاش ما بغاش يخلصوا الضرائب؟ ماشي مشكل ان ما بغاش يخلصوا الضوء، ولكن راه ما صارش باش يخلص الضوء، راه ما صارش باش يخلص الضوء. التاجر ولا كيسلف باش يدير تقضيه للدار من بعد الايام. وكما كتشوفوا هذه مطالب جد بسيطه
مقارنه مع المطالب اللي خص هي التنميه ديال المدينه. المداخل ديالها لا تدل على انها مدينه. المداخل ديالها الى شفنا مثلا لي بارك الناس استحوذوا عليه ديال الاوقاف. بالنسبه للعقد اللي طلبت منكم الاحباس، شنو هو العقد؟ شنو العقد سيدي يتضمن 3 ديال المواد الخطيره. الماده الاولى هي كيقول لك بان يتم تجديد العقد لمده 3 سنوات، ويتم تجديده بطلب من المكترث اذا وافق مع الزياده ديال الكراء ابتداء من 10 ولكن انتهاء ما عرفناش فين، ابتداء من 10% ولكن انتهاء فين. وهذا العقد اول مره كيدير ولا سبق له؟ هذه المدونه اللي دخلت حيز التنفيذ في تصدق عليها في 2010 ودخلت في حيز التنفيذ 2014. ولحد الان وقعوا هذه العقود؟ كاين الناس اللي وقعوا عقود تحت اكراه بان التهديد بالمحكمه. كاين ناس ما عارفينش، منهم ناس كبار، منهم عيالات اللي يستغلوا المحلات، وجاء الضغط على انه جوج حوايج، يا اما غادي تسجل العقد وتعطي الغبطه بالشروط ديالها الادعاء. كل 3 سنوات؟ كل 3 سنوات يتم تجديد العقد، مع العلم ان اذا شفنا في القانون التجاري 5 سنين في القانون التجاري كيحق لك انك تمتلك الرجل كوميرس. هما ما غيخليولكش هاد ال5 سنين هذه من اجل انك طالبهم بالتعويض ولا شي حاجه. والتعويض اللي عندهم في واحد البند من البنود هي انه كيعوضوك ب3 شهور ديال الكرا في حاله ما سلمت المحل لهم، كيعوضوك 3 شهور ديال الكرا. بالله عليك واش 3 شهور ديال الكرا كتعويض؟ انا كاري مثلا 6000 ولا 8000 ولا 10000، واش هذا تعويض عن المحل؟ الناس شاري المحل ب 30 مليون و40 مليون و50 مليون و60 مليون. وكي دايره التجاره هنا؟ والتجاره مقتوله. انا كنقول لك بان راه كاين تاجر منا اللي 3 ايام و4 ايام و5 ايام حتى سيمانه. والدليل على انهم ما كيخلصوش. جوج صفرات ولات في العام، صفرة ديال الصيف وصفرة ديال الشتاء، ما بقيناش كنصافروا 10 ولا. وعلاش كاين مشكل؟ التجاره ما كاينش. المرافق الاساسيه المشكل الاول واحد واش هادشي غير في التازه العليا ولا في التازه العليا بوحديتها؟ التازه العليا يتم اقصاؤها بشكل ممنهج. إذا لاحظنا المرافق الأساسية اللي كانت هنا، السبيطار، كانت المحكمة، كانت السبيطار. راسلتوا المجلس بشأن التهميش؟ راسلتوا المجلس الجماعي بشأن راسلنا المجلس الجماعي صيفط الرئيس ديالو وشاف هذا الشيء هذا. شحال هذه المدة؟ وصور هذا الشيء هذا. لا دعوتني لا استشهاد كلمة لهذا جاء هذا الإضراب. هذا هو إنذاري، راه مازال خطوات نضالية أخرى من أجل تحقيق هذه المطالب هذه. فيما يخص الأحباس، هناك كاين 3 بنود خطيرة، هي تجديد العقود بعد 3 سنوات، الزيادة الغير القانونية في الكرا، وكذلك الغبطة اللي هي الخيالية 80 شهر 100 شهر 120 شهر 60 شهر. يعني هذا الشيء هذا غير قانوني مراعاة يعني الظروف ديال التجار في هذه المدينة هذه اللي ما كاينش مرافق. ما عمرنا نديروا التجارة، كنتسناو الناس ديال الخارج يجيونا في الثاني ديال الصيف شهر ولا شهرين، حتى الناس ديال الخارج ملي كيجيو ما كيسيبوش فين يوقفوا الطوموبيلات ديالهم، لأن لي بارك ما كاينينش، البنية التحتية ديال المدينة ما كايناش. راه إلا دزنا هنا في الوقت ديال الشتاء كتلقى الشتاء كتصم من الفوق والساقية ديزها من التحت. بحال رحنا في السوق ديال العروبيه ما عارفين ديال الكياط، يعني الشتا كطيح من الفوق. السيده انتما كتشوفوا دايره ليكا، شي الناس كيديروا الميكا باش الناس كيديروا الميكا باش كيحطوا حوايجهم. يعني هذا لا يعقل على ان المدينه بهذا الحجم هذا كساسه، مدينه قديمه تمارس عليها هذا الحيز هذا وتمارس عليها الظلم هذا لا يعقل. لهذا نهيب بالمسؤولين على هذه المدينه هذه وعلى المغرب كافه، لان ما كانش عند المسؤولين كيقول بان راه ما قاديش، ما عرفناش علاش ما قاديش. واش غنطلبوا منهم يريبوا المدينه ويعاودوها؟ لا، نطلبوا اصلاحات بسيطه فيرا المبادره الوطنيه للتنميه، فيرا المجلس الاقليمي من هذا الشيء هذا. التنميه ديال فاس كنعرفوا لا يعقل على ان فاس تعاود الترميم ديالو والتاهيل ديالو مع اداء 2000 درهم و3000 درهم و3500 درهم المحل كتعويض
كتعويض عن ذاك المده ديال الاصلاح. حنا ما طلبناهمش لا تعويض لا والو، قلنا ما ودي غير صلحوا. هاد الناس هادو ما فهمناش علاش التهميش، واش مقصود واش عندنا من جهات عليا ولا من جهات سفلى، المهم ما عرفناش. التهميش هاد المدينه كيفاش التجاره كما كان المحلات المدينه مشات لتحت، ما بقى في التجاره اللي انت الا دقت لعينك لتحت غتشوف ما كاين ضلال. دينا علاش راه الجمال كبير تبان لك. حنا في السوق 12 نهار بحال حنا في وحده الليل. هذا شنو؟ الملحن تعيش كنشدو، لان ملي كيجي 9 ديال الصباح هو شاعل البورا ديال الضوء حتى كيجي 7 د العشيه. ولينا كنستغلوا الضوء اكثر من المقياس نظرا للوضعيه اللي كتعيشها المدينه. وكذلك بغينا تهويه، ما كاينش تهويه، بغينا اعاده السقف. مثلا فاس الا شفنا داروا الخشب وداك الشيء نقي وداك الشيء متول، بغينا حنا تأهل كباقي المدن وحيد لها اهميه ديالها كباقي المدن العريقه في المغرب. معنا احد التجار المعنيين يعني اللي كيعيش هذا القبض السوق هنايا هو سي احمد. السلام عليكم. هذه الزنقه تتاجر هذه الزنقه مؤديه الى معلمه جمال عظم التي توجد فيها ايضا معلمه توريه التي تلزم بها الثقافات كما قال نقيب. هذه كتشوف الوضعيه ديال هذه الزنقه بالنسبه للارضيه ديالها، بالنسبه للاسقف ديالها. الاسقف كارثه. انا ما بغيتش نفهم المجلس البلدي كيقول لهم خلصوا على الكيبات. راه الكيبات لو كان هادو لومبيرونس غادي تجي يوميا. المواطنين المره في خطر. التجار كنكونوا جالسين كنفرجوا كتفتشوا. شوفوا عباد الله ومازال تحت الارض ما كطيح على الكيب، كتسمع الصداع بحال طاحت شي قنبله ولا حتى كتشوف الناس كيهربوا كما كتلاحظوا. وبهذا الفعل التجاره بنبدا الناس بموت التجاره في المدينه القديمه. المواطنين ما بقاوش كيقدروا يجيو. كنطلبوا من المسؤولين الجريده ديالكم تعاوننا، وكنطلبوا من المسؤولين عندهم غير على هذا البلاد. راه هادشي عيب هادشي عيب. ما كاين ما تشوف ما كاين ما تشرح. العين تبكي والقلب يتألم. وكما ما يخفاش عليكم هاد الزنقه كيجيو الاجانب كيشوفوا المعلمه وكيشوفوا التوريه، كيجيو ناس برانيين وكيدوزوا. انا كنكون جالس هنا كنحشر ملي كنشوف ناس اجانب ولا ناس برانيين دايزين كنحشر. حنا ما يعطيها المسؤولين كنطلبوا حتى من المواطنين ديال التفرقيه غادي كنطلبوا منهم هذا المنبر باش يتعاونوا ويتضامنوا، لان هادشي ماشي كيعمل الزنقه ولا من هذا المنكر. هذا راه المنكر هذا اخويا، ولا راه المنكر والله انا نعطيك. المدينه اخويا حنا ضيعانين في هذه المدينه كلها بيطاليه. مول الحانوت ما خدم عام عايبه ويشري القطره في باب الحانوت. انا ما عندي لا حانوت لا والو، انا براسي بيطالي ومدوز 24 سنه د الحبس. ما لقيت اخويا لا فاش نخدم ولا حتى شي لعبه. حنا خويا بيطاليين هنايا. حنا خويا شي كيشوف شي مول الحانوت كيشوف الاخر التاريان ما كاين حتى واحد لا ضوء لا ماء ولا مدينه لا شوارع لا كل شيء. ويوجد قارنا المخزن من المخزن قارنا خويا في هذه المدينه هذه. المدينه تحت عطينا حقوق وعطينا حنا تزلفوك عامين. هادشي هذا مناياش ما عرفناش حنا مناياش هادشي. حنا بغينا الله ينصر سيدنا، ما باغي نصدع على مشاكل مع سيدنا حتى شي واحد. الله ينصر سيدنا. حنا بغينا سيدنا يجي يزورنا هنايا ويشوف حالتنا مالنا حنايا. لا قوادس لا مدينه لا شكلها عين الوسخ والناس ماجورين البطاله. الناس ما كتلقاش ما تاكل. هاد المدينه هادي حنا تزلفوك هاملينا خويا. مالي الحوات مساك الله يحسن لهم. المحلات وانت مول الحانوت كيقيم نهار كامل ما كيصور حتى 3000 600 ريال ما كيصورهاش. مناياش هادشي هذا، مناياش هادشي. الناس داري كاع المدينه بيطاليين. مناياش هاد الولاد المدينه بيطاليين. نعرفوا مناياش حنا بيطاليين. واش حنا ما عندناش حقنا؟ هادي حق الانسان. الا كان هذا هو حق الانسان حنا غادي مع هاد الحقوق اخويا. حنا مهمشين اخويا. حنا ضيعانين. انا مدوز 24 سنه. كاع اطفال ولاد المدينه كاع الدراري الصغار كاع اللي بعمرو 20 سنه 30 سنه 26 سنه بيطالي في القهاوي. كلشي كيدور في الزناقي. والدينا ضايعين ما كنلقاو ما ندخلوا لوالدينا. مناياش هادشي هذا. نعرفوا مناياش. حنا بغينا نخدموا على راسنا.
بغاو نمشيو نمشيو حنا ندخلوا للحانوت نشريو، ما كندخلوا للحانوت ما عندناش باش نشريو، خصنا نمشيو نسرقوا ولا شنو نديرو؟ هاد الحبوس كيقول لك الحبوس وانسان شاري دير 50 مليون ولا 60 مليون، ايوا شنو اخويا؟ انت تحيد له داك السادوس هذاك هو شاري ب 50 مليون، لما شكون غيعوض له هو داك الشيء هذاك ديالو هو باقي. حنا خويا ديعانين في هذه المدينه، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ينصر سيدنا. تشوفوا كما كتشوفوا الكرام من هذه الجريده، هذا عنصر من مئات بل اذا ما نقول الاف. كيفاش هذا الرواج غادي يكون في هذه المدينه؟ المدينه ماتت وتقتلت والضمائر نامت ولا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. أنا صالح الخليدي من المدينة العتيقة الذي أكد عليها المرحوم حسن الثاني وأقسم لا يفوت هذه الشريحة من المجتمع، ولكن للأسف نرى أشياء مختلفة في هذه المدينة العتيقة التي تفتخر بتاريخها وبجامعها، جامع كبير بالتاريخ ديالها التي أصبح المغاربة والأجانب يقومون بمناصرة هذا التاريخ. ولهذا أرى هنا أن المسؤولين يأتون كل 5 سنوات ولم يقيموا شي شيء. تقصد المنتخبون؟ منتخبون نرى كل 5 سنوات فقط ولا يقومون بأي واجب، ومن الواجب كما أكد الإخوان وللحديث بقية أن هذه الدكاكين كلها مغلوقة لسبب أو لآخر، للغلاء الضرائب وللهجوم عليها بالهجوم بالقوانين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونندد بكل شدة على هذه الأوضاع التي تمر بها هذه المدينة العتيقة. ولهذا والغبطة الذي كل 5 سنوات الأخ الكريم، القضية ديال الغبطة كما قلنا المبلغ خيالي جدا. المطلوب اللي كان عندكم هذا الله في العمالة كانت فيه هذه النقطة ضد ديال الغبطة؟ نعم ما كانش. فاش لهم ميكرو لا ما يقرا المهم في المطلوب عندنا جدول الاعمال حول تفاصيل مع الاوقاف، الغاء العقد الجديد الذي تفرضه وزاره الاوقاف على التجار يشترون محلات الحبسيه وابقاء الوضع كما كان عليه سابقا. إعادة النقطة الثانية إعادة النظر في المبلغ الخيالي للغبطة والذي يفوق مستوى التجار كما يصعب جمعه لأدائها نظرا للوضعية المزرية اليائسة التي تعيشها هذه الفئة. ونطالب بفتح مدة شهر مجانا الآن للأزمة، لأن الأزمة خانقة جدا ولكل من يرى هذه الدكاكين ويقول التجار يتاجرون ويكسبون النقود فهو وهين، ونرحب به لتقصي حقائقنا، لأن الحقيقة هي أنهم يفتحون في الصباح إلى العشاء كما كنت أمام باب العمالة ب0 درهم، يذهبون في حين الإغلاق ب0 درهم، وقد يصل الأمر بعض الأحيان إلى أسبوع. صورة أخوتي إذا قلت لكم الله إلى أسبوع، مرة تباع حاجة في يوم أو 2 على الأيام وأغلب أيام بيضاء، يعني رجعوا 0 درهم. وبهذا الشكل يضطر التاجر
إلى صرف ما باعه بالمعنى الواضح كيكون رأس المال. وإذا بحثنا نجد ما هو أكثر مثل الديون وغيرها. كاين الناس مساكن اللي جايبين السلعة غير بالكريدي من الدار البيضاء كيقول له تنبيع وغادي نجي، وملي ياكل هذه البياسة كيبيعها في يومين 3 أيام وياكلها، هذاك من الدار البيضاء ما يبقى يعيط له اش غادي يعطيه؟ هي الديون وغيرها. ونطلب اللطف من الله تعالى وهو العالم على كل شيء. أما المشكل التالي مع المجلس البلدي، أنا والله إذا كيجيني الضحك شي مرة بقول فتح. ونطالب بإلحاح تهيئة المدينة العتيقة وإصلاح. سبحان الله أنا عندي شوية دقة يومية. هذا أخونا كيعرف أنا تعب أنا كنت ندخل بالخطة. فاس غيرة معصر بردنا. ونطالب بإلحاح تهيئة المدينة العتيقة وإصلاحها بشكل لائق حتى ترقى إلى المستوى المطلوب على غرار الإصلاحات التي طرأت على مديرتها كمدينة فاس نموذجا وسلا وبراكوش وغيرها مع التعويض اللي غادي نناقشوه مع السيد العميد والسيد من ضمن الاحداث اللي كيحسبوا احنا عامرين فلوس المواضيع مع اصلاحها. فوضعية وحالة المدينة العتيقة أصبحت كارثية ومهمشة إلى أقصى درجة من التهميش والإهمال، حتى أصبحت الحوادث كل شيء ومهمشة إلى أقصى درجة من التهميش والإهمال، حتى أصبحت أزقتها يتألم عليها كل القلوب كل الغيورين. أما أسقفتها فأصبحت تهدد المواطنين والتجار عن السواء لتساقط أجزائها فجأة مرة تلو أخرى وبشكل يزرع الهلع والخوف نظرا للحجم والصوت الذي تحدثه هذه الرجال عند سقوطها. وإن لم يعجل إصلاحها معناه فإننا ننتظر فاجعة عظمى إذا سقطت مرة واحدة. نطلب من الله السلامة كما نطلب من المسؤولين تقييم هذا الوضع. تعليق ما يطلبه به المجلس البلدي من أداء الضريبة غادي نرجعوا لهذه الكيبات. هذا المجلس البلدي اللي كيطالب بهذه الكيبات واش حنا عاجبيننا هذه الكيبات؟ حنا راه ما عاجبيناش، ولكن والله العظيم لو كان هذه الكيبات يا المواطنين اللي كيدوزوا من هنا يا 10 مرات يمكن يجي لهم بلاص ديال الناس مرار كطيح حتى تكون انت راه شي قلبونه طاحت ولا المواطن دايز كيهرب. هي مرة طاحت البطاله باش غادي تكون مرة طاح على مرة سوري والبارح واش ما كاينش الدراري بطالين كيدير لنا شي مبادره البنيات تستناو عند الدراري بقوه المساكين. وكنتمنى هذا الشيء يوصل لصاحب الجلاله. عاشا الملك الله يستر سيدنا. كنتمنى هذا الشيء يوصل لصاحب الجلاله شخصيا لانه هو اللي عنده الغيره على هذا الشعب. وكنشوفوا كيفاش شفنا في الحسيمه سابقا عباد الله غادي بالعكاز كيعكس ومريض. واش هاد الناس ما عندهمش ضمير ما كيفكروش؟ مريض وكيدور وكيخدم حاشا واش هو يشوف هذا الشيء بعينه. ولهذا انا الح وسالح امام المكتب ان شاء الله بلي نديروا غادي نديروا استماع ونديروا تجمعات غادي نلحقوا على هذه القضيه وغادي نطلبوا بالزياره ديال سيدنا ان شاء الله. انتم كتشوفوا حتى الخيوط الكهربائيه ننتظروا منها المشكل غير الله يجعل السلامه وصافي. وكتعرفوا بان هذه الحوايج كلشي التوب والتوب والليسونس راه بحال بحال. التوب والسبردينه والليسونس راه بحال بحال. الا شعلت واحد راه مشى كلشي. كنطلبوا من المسؤولين ويوصلوا هذا الخبر لسيدنا ان شاء الله ويعطوا الامر ديالو. تماك عطوا داك الشيء ملي كيجي البرد كيمشي الضوء اخو على المدينه كامله. كيمشي الضوء على المدينه كامله ملي كدير 8 الليل وكيكون البرد ولا الشتاء ولا هذه كيمشي الضوء على المدينه. الناس المدينه كلها كتعاني من هذا الشيء هذا. كاين مشكل
حنا كنطالبوا من المسؤولين باش تولي الروح في هذه المدينه القديمه، تولي الروح والشباب يخدم ويرجعوا لنا كما كان الحال سابقا. تحيا المدينه، يرجعوا الباركينغ ديال التاكسيات، الباركينغ ديال التاكسي والسبيطار يولي يرتاح. تمشات تركوها تموت ببطء. اخويا ملي كدير 8 الليل وكتفتح الشتا كيمشي يطلع المدينه كامله. ملي كدير 8 الليل المدينه كلها كتبقى تبقى خصنا نوليو نشعلو الشمع. فوقاش هاتي ما كتشوفش المهمونين في البلاد هذه المحسوبينش حنا كاع معايا في الناس هادو قهرنا هي المخزن هنايا وقهر اخويا هنا في المدينه هذه. ملي كيمشي ملي كتفتح الشتا المدينه كلها كتبقى فيها الظلام، المدينه كلها كتعمر من السقايه. علاش ما عندهاش باش تخلص؟ الناس بيطاليين، المدينه كلها فقراء، المدينه كلها بيطاليين اخويا. حنا لا دولة ما لا والو لا فقير الفقر الناس كتعس في الزناقي، الناس متشرده. شحال من واحد طلق ولادو باش يبقى ما عنده فاش يخدم، كيدير كروسه كيجي القايد يديها له، كيدير شي حاجه كيجي القايد يديها له. مول الحانوت كيعاني، اللي في الزنقه كيعاني، المدينه كلها كتعاني. هادشي ما عرفناش من ايش اخويا، واش من المسؤولين ولا ما عرفناش منهم. بغينا سيدنا يدير لنا شي مبادره في هاد التهزه ويجي عندنا يشوفنا ويشوف هاد المدينه كي دايره. حنا اخويا راه تقهرنا والمدينه كامله مقوره من هاد الشيء هذا هادشي اللي دايرين فينا هاد الناس هاد المسؤولين هنايا. المدينه كلها ملي كتحشى اخويا وكيجي شي رعده ولا شي لعبه المدينه كلها كتبقى في الظلام، كاملين كنخرجوا نشريو في الشمع. الله من هذا المنكر، الله ينصر سيدنا، الله من هذا المنكر. هذه النهايه عفاك. كنطلبوا من المسؤولين واللي عندهم غيره على هذه البلاد يقوموا وقفه كرجل واحد ونوضوا يخدموا هذه البلاد، واللي ميسر يعاون ولو بكلمه كلمه خير، واللي ميسر واللي عنده واللي تازي وخارج من المدينه كنطلبوا يعاون بلادو، ما ينكرش بلادو. كنعرفوا ناس مسؤولين كبار كيقول لك تازي، كيقول لك انا فاسي. كان بعدك انا اولا وبشكل خاص كنطلب السماحه من هذه الحزبيه وهذا العسكر اللي عذبناهم وحنا ما مسؤولين. حنايا شوفوا حنا هاد الناس اللي موقفين في هاد الشمس، علاش هادو خوتنا وحبابنا، علاش حرامينهم من الغدا، علاش حرامينهم من كل شيء، وهما حنا ما جيناش نعذبوهم، ولكن هما معذبين وماشي بسببنا حنا، ولكن دائما الخلفيه كتقول بان حنا لو كان ما وصلناش للعظم الناس حنا ما نجيوش. حنا لو كان ما وصلناش للعظم ما نجيوش. حنا ما يهمناش حنا واش تخدم نشوفوه ما باش نعيش فيه. حنا احتجاج حق مشروع، والاحتجاج حق مشروع والعمل حق مشروع، الاحتجاج حق مشروع والعمل احتجاج حق مشروع والعمل احتجاج حق مشروع والعمل احتجاج والعمل مشروع. ده احسن ملك في العالم اللي احسن دوله في افريقيا، ودابا ملكنا العظيم الله ينصرو ويطول عمره بانه كيمشي كيسمح في ولادو من المشاريع، كيدير الاتفاقيات، كيجيب الاسلاح، كيتهلا فينا، ولكن هو التخليف ما كافيش باش يصلحنا. خصو الناس معاقبين اللي يراقبوا هاد الميزانيه اللي كيشدوها ما وياكلوها. شوفوا الاخوان، حنا نشكروا ملكنا العظيم ونشكروا هاد البوليس وهاد الحريه وهاد الشيء اللي عايشينهم باطل في سبيل الله. غير اقتصاد محلي، غير اقتصاد محلي، غير اقتصاد محلي، غير اقتصاد محلي، غير اقتصاد محلي.
هي ياك الماء قلناها 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 ما نفكيش 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 على العامل ما نفكيش على العامل ما نفكيش رد بالك رد بالك رد بالك رد بالك الحانوت يديوها لك الحانوت يديوها لك رد بالك رد بالك رد بالك رد بالك الحانوت يديوها التاجر اللي يقسم يدعينا فرهم التاجر في خطر التاجر في خطر التاجر في خطر واستعيد طعام. كنعانيو من مدة سنين وحنا كنعاني المدينة العتيقة كتعاني بالتهميش. شنو هو السبب؟ خلينا نعرفوه. المدينة الجديدة ماشية في تطور التقدم، المدينة العتيقة التهميش. واش هذا الشيء مسؤول؟ واش هذا الشيء ممنهج؟ واش هذه خطة ممنهجة عند المسؤولين؟ فسروا لنا، بغينا نعرفوا شنو كاين. حنا الأحباس ديالنا كنخلصوا الضرائب، كنخلصوا الكراوات، الناس كيتفتحوا عايشين مزيان، وحنا التجار ديال المدينة العتيقة مهمشين. شنو هو السبب؟ هذا اللي كاين. حنا كتجي دايز قبة السوق، السكف ديال الكاسك ديال الموتورات، ربما طيح عليك شي دارة، تصبح من الضحايا. لا من يفرحنا عليه. ملي كيجي المشكل ديال الصيف كتجبر الضوء عاوتاني كيتفتح الكليماتيزور وكذا، الهشاشة كاينة حتى في الكابليات ديال الضوء، مقصودين الهشاشة البنى التحتية، كابليات الضوء، الضالة، التجارة، فين هادشي؟ المرافق العمومية غير تسلق الجار، السلطان، الكتابة، كاين هادي المدينة. يا بغيتو نروحو هاد البلاد نخدموها، نطلعو على الناس نخدمو من هادي، ونمشيو بحالنا، نشوفو شي بلاصة اللي تبين لنا، أنا بغيت حنا كنطالبو هادشي اللي يصدقو معانا غير الدستور، يعطيونا غير الحق الدستوري اللي يوفقو مسجدنا والشعب. المطالب ديالنا اجتماعية عادلة، حقوق ديالنا يعطيوها لنا اللي في الدستور. حنا مع الملك، إلا قالنا الملك ما تستاهلوش وما خصناش ما عندنا ما نديرو. حنا مع الجنود تاع سيدنا الله ينصرو، حنا الجنود المجندة. حنا كنطالبوا مطالب اجتماعية عادلة، ما كنطالبوا لا مسائل سياسية ولا كلشي. السياسة عندنا تسقط هنا حاليا، والسياسيين المشكل ديالنا مشكل بسيط يتحل بجرة قلم. المشكل ديالنا مشكل بسيط يتحل بجرة قلم. اجتماع يحلوا فيه هذه المشاكل. الميزانية المجلس البلدي كل خطرة كنسمعوا كيقول لك بأن جات كذا 20 مليار باش غادي تهيئ المدينة العتيقة. وغيرها حنا كنطالبوا المطالب ديالنا هي ابسط حقوق، ما عندناش شي مطالب عليا ولا كنطالبوا غير نعيش مرتاحين. هذا اللي كنطالبوا من الناس المسؤولين. فين راهم؟ فين راه المجلس الاقليمي؟ فين راه المجلس البلدي؟ الاجتماع ديال الناس هازين البلاد، طاول العامل ما راهش هنا، وقفت العامل. الإخوان السلطة الرابعة فاجازكم بخير مرحبا بكم. كتبوا سيادتكم ديروا واحد الترافق ديال المدينة السوق، حتى مثلا كاين عباد الله الأزيتة راه ما فيها ما تشوف، القلب كيتقلب، العين كتدمع، الغيرة ما بقاتش على هاد البلاد، والأحباس راه باغيين يخرجونا بالحوانت وفرضوا عقود جديدة، والغرفة يعني واحد مبلغ خيالي اي انسان شي جماعه ديال 30000 درهم و 20000 درهم واش راه سنه وكيسميو هاد الحوايج حوايج. هاد الحوايج راه ماشي حوايج، انا كنقول هاد الحوايج غيره
تقول فينا ما احنا فيناش شنو نحوز يحفظوا علينا بزاف ديال القوانين وانت غادي كيما قالوا كيعرفوا الجديدات اللي تلتزم وتولي دير العقد باش يزيدوا عليك وراه درهم بنادم كيحل الحدث ديالو في الصباح الى اذان العشاء وكيمشي الدرهم ياكل اسبوع وستة ايام متتالية درهم ما كاينش كيسكنوا في الشيارين وكاين ناس بعاد وكيطلعوا في الطاكسي راه كيخسر 480 ريال في الطاكسي وهو مسؤول اللي كنطلب هادشي كنتمناو من المسؤولين والاخوان ديال السلطه الرابعه الله يجازيكم بخير حتى نتوما العمل ديالكم ما نساوش الله يجازيكم بخير الا ما تعاونونا المسؤولين ديال البلاد ومغمضين عينيهم والطماعين نائمه اموت ولا عيش ولكم الشكر في الدنيا السلام عليكم الاخوان والاخوات قبل ما نقول حتى شي كلمه انا عجبني الحال بزاف حيت شفت العنصر النسوي داخل هذا المجمع ان هناك نساء قاموا بدور احسن من الرجال مدينة العتيقة مع نأكد مرة أخرى على أن هذه المطالب اللي هي مسطرة هي مطالب مشروعة وعادلة إضافة لهذا هذه المدينة العتيقة اللي هي التاريخ والذاكرة ديال هذه المدينة تتأكد على أن اليوم يتم طمس هذه الذاكرة التاريخية لمدينة تازة واللي معروفة على الصعيد الوطني والصعيد الدولي. لا يعقل بتاتا أنه يتم تهميشها ويتم الإجهاز على المحلات التجارية وعلى بعض الإدارات اللي كانت مستقرة منذ سنوات في هذه المدينة كتعقل عليها جدودنا الإدارات اللي هي عامة وجديدة ومهمة للساكنة كان مشاريع مع الأسف الشديد يتم الإجهاز عليها. إذا هذه الذاكرة ديال مدينة تازة اللي هي يراد أن يتم قتلها بصفة نهائية. هذه المدينة هي مدينة قديمة تعتبر من التراث العالمي صنفت من التراث العالمي هي اللي صنفتها وبالتالي انه لا بد من تبليغ هذه المنظمه العالميه بهذا الواقع اللي كتعيشوا المدينه القديمه. تنطلبوا المسؤولين المنتخبين والاقليميين على هذه المدينه، تنطلبوا هذا المسؤولين والمنتخبين وعلى رأسهم العامل الإقليم على أنه يفتح حوار ويلقى الحلول لهذه الساكنة، لأن العامل يعتبر مسؤول الأول على الإقليم، مسؤول أعلى سلطة في الإقليم. هذا الصباح نحس في نفسنا أن الساكنة والتجار يحتجون وهو ما عارفين ماشي في شي مهم. الأولوية عند هذه الساكنة
الساكنه عند التجار عند التاجرات في المدينه هي الاولويه، ماشي الاولويه ناخذ الموكب ونمشي. ما بقاتش في المواقف العمل بقات الخروج والاتصال بالمواطنين والمواطنات والوقوف على المشاكل ديالهم. هذا الشيء راه عبار، هذا الشيء راه عبار. ايضا كنحملوا المسؤوليه للمنتخبين وعلى راسهم الرئيس البلديه، لان هذا المشكل بطبيعه الحال حتى هو يعتبر جزء من هذه القضيه ديال التجار ديال الساكنه. وبالتالي حنا في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان تازا كنعبروا على التضامن ديالنا المطلق. وهذا الرئيس وهذا المجلس كنأكد لكم انه الجمعيه الابواب ديالها مفتوحه وان التضامن ديالنا مطلق مع المطالب ديالكم. حنا مناضلين حقوقيين في هذه المدينه ما يقرب هذه واحد 4 سنين حنا كنعوجوا على هذا العميد قضايا كبيره وما بغاش يستاجل، وحنايا في هذه المدينه غادي نشعلوها مره.